السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام يوم كده كان الأستاذ وليد فراج ألقى بحجر في المياه الراكدة الكروية. في برنامج أكشن مع وليد اتكلم على المقارنة بين الديربي بين الهلال والنصر والأهلي والزمالك. كان الأستاذ وليد فراج بيتكلم طبعا على مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية واللي انتهت بفوز النصر 2-1 وحصل بيه على البطولة. ففي اخ مصري بعت له رساله بيقول له ان انت يعني بتفخم قوي في الديربي بين الهلال والنصر، ده على كده بقى الديربي بين الاهلي والزمالك هو اقوى ديربي في العالم، لما انت يا استاذ وليد بتتكلم على اساس ان الديربي بين الهلال والنصر هو اقوى ديربي في المنطقه العربيه يعني. فالاستاذ وليد فراج رد عليه وقال له ان انا بحترم الكره المصريه وان انا بحب النادي الاهلي، لكن الفرق بقى بيننا كبير وانت لازم تتعايش مع الوضع الحالي واللي جاي، ان الكره السعوديه غير وان الاسماء وشوف الاسماء هنا ايه والاسماء هنا ايه. طبعا بيتكلم على الاسماء الكبيره اللي بتلعب في الدوري السعودي من كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، لكانتي، لزافيتش، لناس كتير قوي يعني، اسماء كتير لا عد لها ولا حصر. فطبعا الدنيا قامت في مصر، وبدأت الجماهير المصرية تنقسم إلى أقسام، ناس بتأمن على كلام وناس تانية بتتكلم خدتها الحدة شوية وخلت الموضوع موضوع وطنية شوية والله زمان يا سلاحي، وبدأ الموضوع إيه، إحنا بنتكلم في كورة أولا وأخيرا يعني. فأستاذ وليد طبعا في رده على الأخ المصري اللي بعت له رسالة، هو بيتكلم في شقين، شق خاص على إن الديربي بين الهلال والنصر طبعا هو أقوى ديربي وشوف الأسماء بالفرقتين، ويتكلم على منظور اشمل واوسع على ان الدوري المصري الدوري السعودي والكره السعوديه اقوى من الكره المصريه. فانا لو حبيت برضو اتكلم بنفس الصيغه، بس انا هبدا الاول بالمنظور العام. مصري وبحب مصر وكل حاجه، لكن زي ما احنا قلنا بنتكلم على الكوره مش على حاجه تاني. طبعا الكره السعوديه اقوى من الكره المصريه، يعني دي لا نقاش فيها يعني، بصرف النظر عن الاسامي اللي جت في السعوديه، اسامي والنجوم العالميه الكبيره اللي جت في السعوديه. احنا من قبل الاسامي دي ما تيجي واحنا بنتكلم ان الدوري السعودي اقوى من الدوري المصري. اي منصف واي حد مهتم بالشان الكروي كان بيتكلم ان الدوري السعودي اقوى من الدوري المصري، تمام؟ فدي مش جديده. الفكره مش بس فكره نجوم الكوره يا جماعه، مش بس فلوس، طبعا الفلوس من اهم العناصر ان لم تكن اهمها، لكن مش بس هي اللي تحقق لك النجاح في مجال الكوره. الاهم من الفلوس او اللي تيجي في التوازي مع الفلوس الاداره. هي لو فكره فلوس بس، مصر بتاريخها وعراقتها وكان معاها فلوس قدمت ملف تنظيم كاس العالم 2010 قدام جنوب افريقيا وعده دول اخرى، مصر حصلت على صفر، ما خدتش صوت واحد، وجنوب افريقيا اخذت تنظيم البطوله. الفكره فكر اداري، تنظيم. الكره السعوديه فيها عدالة، فيها نظام، فيها قانون بيطبق على الكبير قبل الصغير، ما فيهاش احتواء، ما فيهاش تعليمات بتيجي بالتليفون، ما فيهاش فرق بتتحابى على حساب فرق، ما فيش فرق بتتسدد لها المديونيات وبيتقالت لها لاعبتها وهي عليها فلوس، ما فيش الكلام دون. ما عندهمش المستشار عايز بطولة، ما عندهمش هتقولوا الحكم اللي بيحب المستشار، ما عندهمش هم الكلام ده. الكرة السعودية اوقفت القيد بتاع الهلال قبل كده والنصر قبل كده والاتحاد قبل كده لما حصل خرق لاي لوائح. الكره السعوديه سمحت للاهلي السعودي، وما ادراك بالاهلي السعودي احد القوى الكبرى اللي موجوده في الكره السعوديه، هبط للدوري الدرجه الثانيه عادي جدا، مفيش حاجه حصلت. محدش ساعتها لغى له الهبوط وقال له لا اصل الهلال السعودي ما ينفعش يهبط، ما بيحصلش الكلام ده. النظام بيتطبق على الكبير قبل الصغير. فطول ما انت عملت نظام وعملت عداله انتظر النجاح طبعا، لكن هم ما عندهمش اللي عندنا، فعشان كده هم بيتقدموا واحنا بنتاخر. غير الكره السعوديه، احنا شفنا الكره المغربيه اللي حصلت على المركز الرابع في كاس العالم. الناس اللي لعبت قوه عظمى في الكوره وغلبتهم وصعدوا المربع الذهبي واخدوا المركز الرابع. الجزائر عملت انجازات في كاس العالم. السعوديه نفسها اللي احنا بنتكلم وفي اصوات قاعد تقول لا ايه الفرق بيننا وبينكم، ده احنا تاريخ، ده احنا عراقه. الكره السعوديه على المستوى الدولي صعدت لكاس العالم 6 مرات، منهم سنه 1994 تصدرت المجموعه بتاعتها اللي كان فيها المغرب وفيها بلجيكا وكان فيها هولندا،
تصدرت المجموعه وصعدت لدور ال 16 وخرجت من امام السويد، وعملت كره حلوه جدا في الكاس. كلنا طبعا نفتكر الهدف بتاع سعيد العويران. فاحنا صعدنا كاس العالم 3 مرات بتضلين كل مره، ومره منهم مره سنه 34، مره سنه 90، مره سنه 2018. كل فين وفين ما غلبناش ماتش. اكبر انجاز لينا التعادل مع هولندا، حتى لما قابلنا السعوديه في دوري المجموعات احنا خسرنا في كاس العالم 2018. طبعا الكره السعوديه متقدمه عننا طبعا بكل المقاييس. هي الكره السعوديه لو ما كانش فيها نظام وفيها طموح وفيها لوائح، مش هي دي بس اللي كانت خلت النجوم العالميين ده راحوا لها طبعا، مع الفلوس طبعا حاجه مهمه جدا. الكره المغربيه تقدم، الكره الجزائريه، ما الجزائر برضو عملت انجاز، صعدت كام مره كاس العالم؟ الجزائر برضو مش في 2014 صعدت لدور ال 16؟ احنا بقى بنصرف قد المغرب والجزائر دي كام مره على الكوره، وهم انجازاتهم ايه الدوليه واحنا انجازاتنا ايه؟ فلما نتكلم منصفين عشان نعرف احنا فين ونتطور ازاي. ده على بقى الشكل الاعم في المقارنه بين الكره المصريه وبقيه الكره العربيه. لكن لو اتكلمنا على شكل خاص بقى ديربي، طبعا الديربي المصري مصنف، بس احنا لو اتكلمنا ده هنلاقي تاريخ. للاسف الديربي المصري تاريخ. انت بقالك 10 سنين ما بتدخلش جمهور. ديربي ايه اللي بيتلعب من غير جماهير؟ ده اهم عنصر في الديربي، واللي بيعمل له طعم وبيعمل له شغف عند الناس واهتمام هو الحضور الجماهيري. الاستاد اللي بيبقى متقفل، ما احنا بنشوف الديربي بين الرجاء والوداد في الكره المغربيه عامل ازاي، بنشوف الحضور الجماهيري مرعب، بتخلي الديربي ليه طعم. الهلال والنصر ادينا شايفين الماتشات في السعوديه عامله ازاي، جماهير متقفله، ولا دول برضه رحبوا فلوس عشان خاطر فلوس؟ في شغف، الدنيا مفتوحه. احنا بقالنا 12 سنه ما بندخلش جماهير. الديربي بتاعنا بيتلعب ب 200 واحد من الجماهير بيتنقوا ما لهمش صوت. فاحنا بنتكلم فيها يا جماعه. الدوري السعودي ده اللي احنا بنتكلم عليه واخداه 40 قناه، انت عندك قناه واحده في مصر بالامر المباشر احتكار للدوري المصري، مش سامحين لاي قناه تانية تاخد الدوري المصري. يعني لو الاهلي اتقدم عشان يذيع الدوري على قناته مش هيقبلهم، مرفوض طبعا. لو اي قناه تانية غير اون سبورت بتذيع الدوري مش هيقبلوا ان هم يدوها لاي قناه تانية، هو احتكار الاون سبورت. فانت بتتكلم في ايه؟ انت متكتف، هما بيتقدموا واحنا بنتاخر. انت ما عندكش النيه ان انت تطور. منظومه بايظه، المنظومه اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي احنا قلنا بتقول المستشار عايز بطوله وهاتوا الحكم اللي بيحبه. هي دي المنظومه اللي الحكام بيتم اختيارهم فيها بالتليفون، اصل الفرقه دي بتحب الحكم ده فهاتوها لها. فانت منتظر ايه؟ انت بقى مستني ايه التطور اللي انت شايفه انه هيحصل قدام؟ لا طبعا مش هيحصل تطور، يحصل تاخر كمان وكمان. احنا كرويا دول كتير قوي اقل مننا بتتجاوزنا على المستوى العربي، على المستوى الافريقي. قوه عظمى، او قوه مش هنقول عظمى، يعني هنقول قوه صاعده عماله تصعد حواليك وانت بتتقزم حولهم. انت بينهم بتتقزم، والفرق والدول التانية دي بتصعد. قوه جديده كرويه عماله تصعد وبتاخد مكان جديد على خريطه الكره العالميه. انت ما عندكش نيه تطور. فانت لو جيت اتكلمت بيها ككوره بشكل عام، طبعا الكره السعوديه هي الكره اقوى من الكره المصريه. الديربي السعودي اللي بين الهلال والنصر، وبين النصر والاتحاد، وبين الهلال والاتحاد، طبعا بقى عليه حضور، بقى عليه شغف اكتر. انت بتشوفها من منظورك انت في مصر ان الديربي المصري ده يا راجل ده حاجه هم كمان نفسهم في السعوديه بيشوفوا ان الديربيات بتاعتهم اقوى وعليها شغف واهتمام اكتر. في المغرب يقول لك لا يا باشا الديربي بتاعنا اقوى طبعا. الديربي بين الرجاء والوداد طبعا ده اقوى. لو شفتها في تونس يقول لك لا الديربي بتاعنا اقوى، بين الترجي والنجم، والترجي والافريقي والنجم والافريقي. كل واحد شايفها من المنظور ده. انت كنت متصنف تاريخيا من ضمن الدربيات الاقوى في العالم، لكن الكلام ده كان تاريخيا. جماهيريا الان وداد ورجاء، اعلاميا وشغف وحماس هلال ونصر طبعا. انت بتتقدم. وعلى فكره انت مش معنى ان انت عندك ديربي مصنف كان مصنف فانت كده الكره بتاعتك يعني حاجه مصنفه، لا طبعا. طب ما انت الديربي المصري بين الاهلي والزمالك كان واخد تصنيف اكتر من الديربي مثلا في هولندا، الهولندي فاينورد مثلا مع اندهوفن، ولا اندهوفن مع اياكس. هل معنى كده ان الكره المصريه احسن من الكره الهولنديه؟
هل معنى كده الديربي بتاعك انت مصنف عن ديربي بلجيكا، هل كده معنى كده ان الكره المصريه احسن من الكره البلجيكيه؟ هل معنى كده ان الكره المصريه احسن من الكره الجنوب افريقيا الكوريه الجنوبيه؟ لا طبعا. انت كان عندك حاله، الديربي كان عندك حاله وكان عليه اهتمام وكان عليه شغف، تراجع الاهتمام والشغف من الكل، ومفيش حد عنده نيه اصلاح. والكره المصريه، الكره المصريه ماشيه كده، ماشيه وزي ما هي ماشيه وخلاص، اكننا احنا مغصوبين ان نشاط الكره لازم يبقى موجود. احنا المفروض علينا نبقى موجودين، فاحنا يعني عصرين على نفسنا جرد الليمون شويه الليمون وبنستحمل الموضوع. يلا يا عم لازم يبقى في نشاط كوره، مش هينفع ما يبقاش في كوره في مصر، فخليها وخلاص. لكن الاهتمام والرعايه والشغف والعداله والنظام والقوانين مش موجودين، فانت ما تنتظرش خير في اللي جاي، عشان بس ما ناخدش الموضوع بشكل قومي ومش عارف ايه، ويبتدي الناس تخش في حته ان لا السعوديه ومصر ودخلناها في حرب بيننا وبينهم في حاجه ظهر الكل منصف. واحنا برضو بنتكلم على كوره، مش بنتكلم على حاجه اكتر من الكوره. فلازم نشوف احنا فين عشان نعرف نصلح من الحال. اينشتاين تعريفه الغباء ان انت بتعمل نفس الخطوات ومنتظر نتائج مختلفه، ده غباء. فاحنا بنعمل نفس الخطوات وبرضه مش منتظرين نتائج مختلفه، احنا زي ما ماشيين كده وخلاص، زي ما هي ماشيه، مجبورين ان في نشاط كروي فخلاص نستحمله وخلاص. ف يعني ما نحاولش ان احنا نقاوح، ونحاول ان احنا ندخل الموضوع في حاجات اكتر مما تحتمل. السلام عليكم.